ألست عن قريب سمعت أمك وسمعت أباك وسمعت زوجتك يوم أن تعرض أحد منهم لضرر فرفع يديه وقال شلا يا بدوي، شلا يا حسين، يا حسين، شلا يا السوقي؟ أما رأيت بعينيك سيارات تلو سيارات تحمل رجالا ونساء معهم من الذبائح ما معهم حتى يذهبوا إلى قبور الموتى؟ أين أنت من التوحيد الآن؟ أين أنت من التوحيد؟ أين أنت من دعوة الأمة إلى التوحيد؟ أين منابرك؟ أين أسابيعك الثقافية؟ أين لقاءاتك؟ يا أخي رأيناك سبحان الله انتفخت أوجاجك، احمرت عيناك، عطلت كل الدروس والمحاضرات. لماذا؟ لتسقط الأمة بدستورها الوضعي. وأين انتفاخ الأوجاج؟ أسمع بعضهم ينصح الدعاة وليس العوام ذات مرة فيقول زي أخ يطلع المنبر يوم يتكلم على شرك القبور ساعة تتكلم عن شرك القبور ساعة نستاهل الأمر ساعة تتكلم عن شرك القبور ساعة. أما لا يفضل الشيخ لا ينبغي أنك تدخله كده ضمن الكلام، لأن ده مبدأ وما بيأصلهن الآن. دعونا من شرك القبور، خلاص ده انتهى مع النبي. لقد أفهمون أن عبادة الأصنام انتهى الحمد لله. مش يا ابن الرسول صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام سنة كام يا ابن؟ سنة 8 لما دخل حطم في بعدها هبل واللات انتهى. خلاص انتهت عبادة الأصنام والأوثان. يبقى لابد أن ننتقل من شرك القبور إلى إيه؟ إلى شرك القصور. من بتوع القصور دول من دول احنا وراهم لابد أن نفتح النار عليهم. دعونا من شرك القبور وهلموا إلى شرك القصور. هذا الشرك الذي ينبغي أن نقف عنده وأن نتمحور حوله اللي هو شرك القصور. ولهذا ظهرت النعرات، ترى بقى التأسد عند السلطان عند الحاكم، وترى كلمة الحق عند السلطان الجائر، وترى هذا. أما عند القبور ترى هذا التميع. يقول لك هي يستاهل خطبة كاملة ساعة تستاهل؟ طب بالله عليك العمر كله لو جعلته لدين محمد صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ ولكن دي طبعا قواعد بتؤصل، دي قواعد بتؤصل الأمة. أخص خصائص الرب سبحانه وتعالى، أخص خصائص حق الله عز وجل توحيد الحاكمية فكر القطب الموجود وغيرهما. هذا التوحيد الذي ينبغي أن يقرر. إنما توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الكلام ده خلاص. الكلام ده ليس فيه قضية، ليس الخلاف فيه الآن، إنما الخلاف في الحاكمية. هذا التوحيد الذي أضافوه وتمحوروا حوله وغلوا فيه حتى شغلوا الأمة، فأصبح من يتكلم في هذه القضايا هو العالم النحرير، هو العالم الرباني، هو الذي لا يخشى في الله لومة لائم. أما الذي يتكلم في القبور هذا دين قد انقضى، لأن الأوثان قد حطمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وثن بعد ذلك ولا صنم بعد ذلك. مفيش قبور، ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ ايه الداعي؟ قال علي رضوان الله عليه حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يجي مثلا يتكلم شيخ على القبر، يجي شاب من شبابنا الصغارين يطلع يسأل أخ من إخواننا الأفاضل يقول له معقول ممكن فيه ناس كده لازالوا موجودين يروح يسألوا الراجل الميت اللي في القبر ده من دون رب العالمين؟ طب إيش يعني القبر والناس؟ ممكن تنبه وتذكر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن لا ينبغي أن تستغرق الوقت كله في موضوع لا علاقة لا وجود له في واقعك أنت أصلا كداعية. يبقى لابد يا إخوة من أن يتزود الداعية بهذه الثقافة وبهذا الذات. ثم اللغة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.